متابعي قناة صدى الأخبار 24 أهلا بكم. بعد تعاقده مع فريق الرجاء مجددا صرح السعد جردة الشابي: سعيد بالعودة إلى الرجاء وأعد الجماهير بإعادة الفريق إلى مكانته. إليكم التفاصيل. أعرب المدرب التونسي السعد جردة الشابي عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى تدريب الرجاء الرياضي، مؤكدا أنه يعتبر الفريق بمثابة عائلته بعدما عاش معه نجاحات كبيرة في السابق. وقال الشابي في تصريح صحفي: أنا سعيد جدا بالعودة إلى الرجاء، هذا النادي الذي أكن له حبا كبيرا. محبة الجماهير هي نعمة من الله، وسأعمل بكل جهد لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، مضيفا أن الرجاء دائما مرتبط بالألقاب والعروض القوية التي ينتظرها جمهوره. وشدد المدرب التونسي على أهمية العمل الجاد في المرحلة المقبلة، قائلا: الجماهير الرجاوية تطالب دائما بالمزيد، كل مباراة تلعب اليوم تنسى غدا، لذا علينا أن نكون في المستوى المطلوب. أتمنى أن نكون جميعا على الطريق الصحيح ونحقق النجاح الذي يستحقه هذا النادي الكبير. يشار إلى أن المدرب التونسي الشابي حل عشية اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء تمهيدا لتوليه القيادة الفنية لنادي الرجاء الرياضي، خلفا للإطار الوطني حفيظ عبد الصادق.